ولا السيد تريقي مكلف بمهمة ما يعرفها، ولا مستشار في متقربة، ولا سيد تريقي وهاي جاي رانا سامحين لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا بكم مشاهدين قناة منوعات شنقيط. اليوم نعرض لكم كلام طالب عبد الودود عن الأحداث الأخيرة. بس قبل تبدأ الفيديو لا تنساو اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس التنبيهات ليصلكم كل جديد أول بأول. وبسم الله نرجع لموضوعنا. وللأسف إن الناس صار كانت إياها واحد شي من بنيات الطريق اللي ما عنده علاقة بواقعهم هم اللي عايشين فيه. صوروا عني هذه مدة جايها رمضان، ونين عاد جايها رمضان عادت البطالة لاحق اللي تقد الحال، وعاد الفقر لاحق اللي قد الحال، وتضاعف الفساد وتضاعف كل شيء، والناس واحد شي من المراد اللي ما عنده علاقة بمآسيهم مباشرة. الضرائب ودوبلت، وهذا ما يلا يعود نفاجئكم، لأن واللي جاي قاعد على حكومة كان يحلفكم في العشرية، كنتم انتم تقولوا له وزير التجويع، ذا اللي طلب له شنو قبلوا للقزواني وقال له انت كان عبد العزيز عاطيك وزارتين، وزير الاقتصاد والمالية، لهنا عدله كان قاعد رئيس حكومة، وسابق ذاك كان دايره على سنين. معناها قمة المحيقرانية وتوف. انتم لازم كنتوا تقولوا انه عذبكم بالضرائب وعنه ما يعرف ما هو تعسال المواطنين، هذا منادم لا ينتمى له دان عسيركم به وتوف. وآخر شيء، وإحنا دائما نتكلم عن الأحزاب الافتراضية وعن المناضلين الافتراضيين، يقول إحنا نتلحق يدرسين، إحنا عندنا شعب افتراضي ملي. هي ذي الناس اللي عدت وقفوا والنامس احتجاجا على هذه الضرائب اللي اندرت على التحويلات. لماذا الشعب ما يوقف معاهم؟ خلطة. احنا انتم هذا اللي واقع لكم، انا ما قطيت شفتي كيف. هذه الضرائب قطعا ما هي خاصة لا به الاموال، الناس اللي تحول الاموال وحدها. هذه الضرائب يدفع ثمنها الموريتانيين كاملين، 5 ملايين موريتاني على الحديدة، شرق وساحل وتل وقبله. هذا الخلق وينهم؟ لماذا نحتجوا وحدين على هذه الضرائب؟ ما انضم لهم حزب، ولا انضمت لهم مجموعة، ولا انضموا لهم مسيرات، ولا انضم لهم شيء صوب شنو هذا رواقيش، كيف اللي هذه الرواية خاصة بهم هم. هذا هو اللي وسموا موريتانيا مساتير اليوم في الصيفة، وهذا هو اللي حقرهم فيكم. عنهم يديروا على وضوكم ضريبة، ولين يبقوا هم وراسهم كلهم يدير الكراع على كراع ويدوس بيه، هذا ما يورطوا. يقدوا الصبح ياخذوا 2 ولا 3 يعدلوا واقف، يقل الناس ما يجيهم ذا. هو الشعب يتعايط به الضرائب ماله ما ياخذ، إلين عدلوا وحدين وقفة يندوا به الضرائب مالكم ما تاخذوا معاهم. لماذا ما شفنا مسيرات والله اعتصامات في نواكشوط وفي نواديب وفي كيفة وفي زويرات وفي طار وفي تجقجو وفي النعمة في كيهيدي وفي سيدي بابي؟ ما خاضحة. كيف اللي ذا ما يعنيهم؟ واخو وحدين ما هم ياسرين وجاهلهم قاع الاعلام والمنصات، لانهم هذا ما هو زين عند ولد الجاي، بالتالي ما خلقت قاع تغطيه اللي يعدلوا. يا اخي ذا النوع من الامور ما تنفع فيه تغطيه. هذه الضرائب متضرر منها الشعب كامل، ذا الشعب وينهم؟ نفس الشيء كيف الجوع والفساد وذا كامل. هو الخلقين تنهار واحد من الدنيا لا يوقف يعدل اعتصام في قضيه تعنيه ضرائب مدجوره عليه ما هو قابلها ولا هو مخلصها، لا يوقف فيها كامل بلوانه بعراقه بجهاته. خدمات شوينه هو تنباع له لا يجبرها، ما هو خالق كهرباء ما يخالق، محي قرامية يوقفوا له وزراء ويكذبوا عليه عيني عينك. يقير هذا اللي انت لحد يخلصوا يعرف عن هذا الشعب اللي ذنبته، اذا راضي بيه وراضي بالمحيقرانية وراضي بالتجويع وراضي بالضرائب وراضي بالبطالة، وهم ما ثم رواية ضاغطة عليهم. عقب ذاك ولا القزواني يتطمس، وهو أمورية ثالثة ما فات تضاحك، والله ما فات تضاحك للناس اللي مراه هو. به اللي وحدين ضرك يقول لك هي موريتاني ذا اللي لا يحكمها منه، هي موريتان قاع ضرك لها قريب من 10 سنوات، ذا اللي حاكمها قاع ما معروف منهم.
هي فترة غير مسبوقة من تاريخ موريتانيا، من اليوم اللي فقنا عليها فيها الفساد وفيها السرقة وفيها النفاق وفيها الكذب. يقال هذا كامل تضاعف في فترة غزواني، بحيث ان ما ثمات فيها رئيس قاع متبني شي يسوى وشنو. وهما خالق هذا فيسبوك هم يخلصوه كاملين، ولا نعطيك ممثله من ذلي ردودهم هم اللي يعدلوا. احنا دائما نقولوا هون عن ذلي انسرق موريت والغزواني، عنه اكثر من اللي انسرق موريتاني من انتشائه الى اليوم. قام نقار الخشب واللي مدوا وعدل تحوير، وقال عن هذا اللي قاعد عدل في المأمورية ما قطعوا عدل في موريتاني من انتشائه الى اليوم. القفة من عنده بالقزواني وتميت ليتي هو اللي قاعد في جوته التالية، يعني هو يقول لهم اللي يعدل قاع ما يعدل في موريتاني من انتشائه الى ذاك. قلت ويلهم، لا هو واحد بعد قاع اصلا المنافقين هم اللي ينافقوا، وهو بعد قاع عاد هامو اللي ما هم قادرين هم يعدلوا، عاد هو بعد قاع يعدلوا راسه. قال هذا ليتو ذي، قال لهم ذا يعدل في موريتانيا ما قطعوا عدل من الاستقلال. موريتانيا ذا يعدل فيها من التعسال ومن التعذيب ومن الفقر ما قطعوا عدل من الاستقلال. يقال هم قلبوا هذا. ونهي نعطي مثال اخر من تخراصهم للخربشات. شفت ليلة هون مقابلة معدلة مع سفير موريتانيا في قطر، واحد ينقال له محمد والببانة، وهو يقول لهم انه هو ما هو عاطي الاسبقيه لاحزاب الفيسبوك. هذا انا قلت لي ياسر من فتره، قلت عن ولد القزواني واللي حويرذي ذي الفتره التاليه قابوا ورخصوا شنين عاد المعارضه الاولى شربت الشاي بالياسمين ومشات معاهم وعادوا قاع شوابين، عادوا لها عدلوا معارضه صوريه انهم يرخصوا احزاب الكل دلقاج واحد عنده حزب هو الحزب والحزب هو يقال في الواقع ما يقدر يجمع حصار واقيس. لما ذا ينكروا وقلت عن هذا لا جزء من اللعب وتوف. كان عندكم شمل الشوابين عنده احزاب وفتر ومشى معاكم، وذاك لا عدلتوا احزاب قاع ما يخالق. على الاقل ذي الاحزاب الاولى كانت عندها قواعد شعبيه كيف مسعود ولد بالخير، احمد ولداد تواصل. هذا بعد قاع يفوت واحد منهم يشارك في مسرحيه عنده شمل الناس يقد يجمعوا يحضر به. يا ذي الاحزاب اللي رخصوا الحوير ذي ما فيها قاع على قاش يقد يجمع اسرار واقيس في الساحه. هو موجود لا هو على الفيسبوك، والله اذا عايزت له قناه يكتبوا تحت وتوف انه هو رئيس حزب كذا، موجود لا على التواقع. وهذا الروايه قال هو الببانه ليتو ذي. هذا ماذا نحن نقولوه هون. يا طير مبلي يتقمص نوع من الطيبه ما هو خارج. والببانه قال لهم انا سفير وجاي في الراحه وقاعد قاع ما نتكلم عن اخبار الدستور والمأموريات. وهو قابل طريق ولد محم، وهو يحامل ولد محم هو والمدير ولد بونه والسويد احمد وحدين ثانيين معاهم فم. هذا يحامل ولد محم في المأمورية الاولى وولد الجاي. يا قير كان على الاقل كان اداء ولد محم ولد الجاي في المأمورية الاولى امتن منهم هم، لان هذو جهابذه متخصصين في النفاق، وذا اللي لا يعدلوا دائما يعدلوه باحترافيه ويمشوا فيه، ولا يعدلوه على استحياء بهم اللي كلها على الاقل. المهم عنده ولا بوصلته فمعه اول روايه قايم فيه يقوم يبربر وتوف يقوم يزرق تاشو. هذه الروايه نشهد انا بها ولد محم ولد جاي. قاموا هم الصهاينه الخيطه صغيرين وتلاوهم يحاملوهم، قام هو ودفع وقال لهم وكذا والدستور وهذه قناعتي. هذا ملينا منه في العشريه. كان يقول ولد محم قاعد يقول هذه قناعتي وما عنده قاع قناعه. وولد الجاي يقول عن عبد العزيز خير من الماء ومن الكهرباء وانه هو قناعته، وعقب عرفنا انه ما عنده قناعه قاع ولا عنده شيء. قناعته لا ذاك اللي مشقل وتوف. تالي هذا حديث معاد يقال معاد بطريقه ركيكه. اللي واحد فيها محمد ولد ببانه والمدير ولد بونه والسويد احمد واصحابهم في اغتيل المساس بالدستور وزياده المأموريه، والله شبيحه والله تفطاحها. هذا نوع من المحاكاه ركيكه الولد محم، اللي لين عادت ركيكه عادت واقع لها نوع من الدناءه. انا ما قطيت شنو هذا راكات اياها مل منه والمحم. عقب ذاك هو واللي جاي هذا هو من راسه سفير افتراضي، لانه هو ما عنده علاقه بالدبلوماسيه. كنت شاكن لا يسوي له الصحافي المعد معاه المقابله.
هو كان سفير في ليبيا وسفير في قطر ضركات اياها، وهو لا طق في الرق وتوف. ويقعد على 200 منه ويقول وانا لي 25 سنه في السياسه. سياسته ايش؟ عمل ببانه لا خزب شي من الناس في ذوك بوادي العصابه وتخلع لظهورهم الكاش، واعطى فيه سنوات ينبح فمات اياه. وعند من ينجم القزواني هو ولا رواقيش كل بيته ولقاه ذيك الساعه، ولا مباشره جا معينه سفيرته. بالتالي انت سفير افتراضي لانك ما عندك علاقه بالدبلوماسيه. ولا اخرج البارح وصبح سارح وتوف اليوم يقولوا له عاد يقولوا له ساعات السفير. وكان يوقف في الكاج ويقول عن ولد جاي يتقاضى 25 مليون ليلته ذي. قال له هذه كانت بطريقه شرعيه وحسابات ثانيه. انا نقول لك انا روايه ما فرفرها الصحافي، كان يلا يفرفرها. هو ذيك الساعه كان طامع في كرشه عند ولد جاي. ولد جاي ذيك الساعه وزير الاقتصاد والماليه، وعنده كبفور. فم كيف كبفور كان عنده الباية زمن الرقابه البحريه اللي راهو قبل منهم ديارات، ولا قد حد يقول له شيء به. اللي ربينا كانت مفتوحه له، وقال استقنيت انا واستقنى وهدي وكذا وكذا، وتلاقوا الصحافه يتعايطوا يغير في النهايه والباية هذا الكيس عالمه بالحكومه وفاتحته له. حتى زاديك 25 مليون اللي كان ولد جاي عنده في العشريه، هذا الكيس مفتوح له. وكان جزء من ذا الكيس مخصص لرقاش حرب الفساد الموحول فيها. كان موحول في ذيك الساعه واللي جاي عدل المسيرات ضد الرشوه، وان رقاش بلغ عن صفقه وتنعطى له منها نسبه. وعاد محمد الببانه ذيك الساعه لا طار حساته عند ولد جاي ويجيه يبلق ولد جاي ما طاف فته. وهو حاس انه عنده كبه فور فم. يلا رقاش لحق له روايه يفتحه ويعطيه منها ملايين، ما طاح 5. وهذا هو بدا منين ذيك الساعه شاطهم دراعته في الكاش وفيديوهات ورعايات اثرهم، وقال لهم فيه واحدين يجبروا 25 مليون للشهر و10 ملايين و20 مليون. وهذا كامل الا كانت ميدعه الزنق وتوف، لانه هو كان يجي الولد جاي ويلحق له. يقال الولد جاي ما هو عاطي شيء من ذاك البفور اللي عنده فماتيه. المهم ان هذه الروايه هو ما دارها في سياق هذيك وتوف الكسير صحافي هم اللي ما ردوا له. اياك ما تطوال هاي الخربشه. انا لا دائما اذكركم لاني انا هو الوحيد اللي كنت نقول لكم قبل 10 سنوات تشوفوه اليوم بعينيكم في الواقع. ولا حتى عنه هك ولا هك. ولا سيد تريقي مكلف بمهمة ما يعرفها، ولا مستشار في ام القربة. ولا سيد تريقي وهاي جاي رانا سامحين لك. ذاك الكلام اللي تقول له القزواني، الكلام اللي تقول لهم انت الفضايح، وهاي جاي اللي انا ماني احزاب الخروطي اللي كانت معارضه لعبد العزيز في العشريه الدور الشروصه هي ونين جبروا طافهم القزواني وسكتوا. ونهار ورا نهار ذلي لنا 10 سنوات نكروا تشوفوه بعينيكم. وعاقب ذاك ولد القزواني اليوم واحد تمور الزيت به اللي موريتاني اللي قط مشاو في السلطه عن السلطه من انتشاء موريتاني لليوم اثنين. علي محمد فال رحمه الله علينا وعليه عقب الفتره الانتقاليه، وكانوا يخزوا به وقالوا له انت سوار الذهب الموريتاني. ولاهي سعود هو اول عسكري موريتاني خلدوا التاريخ سلم السلطه. وقام علي محمد فال وسلم السلطه للشيخ عبد الله، مع انه الشيخ عبد الله جايب طبخه بارك وراه للقزواني هذا ولعبد العزيز. وشيخ لقى علي محمد فال عاقب ذاك تكركر لين ذاك في العشريه وتعذبت روحه لين وعد ربه. والموريتانيين اللي اصلا مسلم السلطه لين يشارك في الانتخابات يعطوها 3%. الثاني عاقب علي محمد فال والعبد العزيز حكم 11 سنه، وعادت موريتان كامله مصبوبه في قصر المؤتمرات يديروه عود مليك قاع، وعنه عاقب ذاك المملكه يسلمها لحد من اولاده عاقبه ينين جلاوه على راسه. وقال هو في حساباته عن الشعب يبقيني نوع من البقي ما يصح ولا يعدلني مليك. انا قاعد نقدر لا نرخص ونخلي واحد من اصحابي هنا اياه وتوف. وقع في نفس الخطا اللي وقع فيه علي محمد فال. وقبل القزواني مرترت ماشي قايس بوم ديت لا يتم يصاوع عريات في ذوك الخلوات اللي هو كرد النار وضبوبه. قال له لا والقزواني تقاعد الله للتيام
عداه 3 أيام، عداه قاعد من وزارة الدفاع، عقب ذاك ب3 أيام عينه هو وزير دفاع. وتوفى عقب ذاك بشهره هو اللي عينه داره رئيس وسخر له الدولة وذا كامل، وراح يشوفوا ذا اللي معدل. معناها سيناريوهات موريتاني ذا اللي جا كامل، ما في حد عدل. المؤسسات ما هي خالقة لا النفاق هو اللي يتطور فيها، لا النفاق. وهذا ما اللي عدل عبد العزيز، هي نفس الخلطة اللي كانوا يدوروا له مأمورية ثالثة هم كانوا لها يعدلوا له مديك. والناس اللي قطعت عليه محمد فضها هي الناس اللي كانت تقول له انت سوار ذهب موريتاني وانت السمو وانت التراب. وعنده منين سلم ذاك زقبات السلطة اللي عنده وزرقوه في فوبل. وللقزواني صار واحد بين الصفيقات. الاستخلاف ما تلاقي قد الصح به، اللي كان اصلا يعود مبني على ثقة بين اصحاب، وواحد قاع يبدا يروج صاحبه، ذاك ما هو خالد. ما انا قاع والقزواني ذو نهارات مشيت الشرق الا قال شم الكلام ثمات اياها واضح عنه موجه الحنن والسيدي به، اللي مشانين عاد معدل جولة شوره له وفي الحوض الشرقي عاد يقول لهم لا يتكلم لهم حد عن الرئاسة ولا المأموريات ولا كذا ولا كذا وتوف. وعادوا يلقنوا له نوتات بالحسانية مكتبة همهم يطصوا منه العين الحمراء وشم الخروطي. ما واضح انه قاع ما واضح. الان قال له بعد قاع الان ينجفم بعد قاع لا تفتح مجال في هذا. يعني الموريتانيين طابين اصلا في مرحلتهم هما عن الواحد يفوت يتخطى منطقة الاولى ويعود قريب من النص الثانية يبدا يروج صاحبه خليفته اللي له يجي عاقبه. يا قاعدة كامل تقطع في ايديهم. اللي سلموا مصيرهم ذوك واضح. وهذا اللي بقاو معروف عن ما تلاقوا قدوا استخلفوا حد المؤسسات ما يخالف. هذه ينقلها وحدة الزيت الواقع بالقزواني. كانوا وحدين يقول لك لا يهرب صوت الامارات كذا. الامارات وين هي؟ الامارات ولاوا عليها اعمالها. كانت متباركه مع شمل المجازر في السودان وفي ليبيا وفي اليمن، وهذا اللي فرق من الابرياء ما يوفوا في غزه. احتمال كبير قاع بعد ضركات اياها اسابيع ولا بعد شهر ما تقع في الامارات ولا يعود فمشي قد يعود فمات اياها عزبه تابعه لاسرائيل. والبيه ذيك الساعه يدور ملي تقبل اسرائيل قاع شهرها ويسمي يفتي من تل ابيب. لا الفيافي الخلطه فتنا قلنا كذا من مره. تغيير يجي من الداخل، التغيير لابد له من مؤسسات حقيقيه تبتنا. وهذا اللي قط جمهوري كان ما في واحد عدل المؤسسات كلها لا يجي الزمن لا دافع هذا اخر الزمان ولا يتم يوكل انت بيديه يوكل ويزقنين به المنافقين كانوا مزقنين بذاك السابق وانت تسمعوا انت التراب لين يخلص هي المأمورية وفات. يجون قرشين له فيها مأمورية ثانية ما فات تنفس هي اللي عاد لا يتوفى هو متفلس في السرقة ويخلص له جهات كاملة الناس ما حاكمها عنه ما هو المقعدة قاعد عليها لا ينصل عنه هك ولا هك ينزرق ما خينزو وتنزرق عياله ينزرق خلقه اللي داير كامل واصهاره اللي كلها متال بيده في السرقة الليل والنهار. وبالتالي هو عنده لا يتم قنبز فماتيه لا يتم قنبز عليك المقعد. وذاك يقبوا منافقين ثانيين وتلاقوا يفتحوا له الحصيره ويقولوا له انت قاعد لا واسي ولا كذا. هذا هو الواقع بالقزواني وركتيه. وحدين هم يحاولوا ذاك اللي عدلوا المحام ذيك الساعه وذاك ذيك مرحله مع ولد عبد العزيز ما اسمع له. واللي جاي في روايه ما نعرف كانكم فاطنين الهرقاز ما هو خبير. واللي جاي وياسر من الزمن متابع مشاكل موريتان ما يعمل واعي عليه لا حوار. واللي جاي ما فات بربر به اللي غزواني ما هو اللي يقبل القرارات. واللي جاي واقع له نوع من التمزي عجيب. وذي الأنظمة التالية تمزاته حتى خالق نوع من تمزة يوكل الحوت ويوكل القلم يعني تعطيه الحمل قلم يوكله. وهذه المرحلة هي اللي من التمزي مع الأنظمة هي الواقع واللي جاي. واللي جاي وركات إياها ما فات عاد يشتغل بطاقته هو طاقته الاستيعابية. هو راك يشغل إلا 0.25 من طاقاته هو الاستيعابية في النفاق. يعني تخلصوا تصريحاته تشوف انه واطع لقدمه ما هو مطلوس به اللي يفهم رواية ما يواضح حاله. يعرف عنه القزواني وراه وحدين ما همهم يخلوه يحرك بهم اللي مستفادين من رئيس ما يميل ولا يعادل ومهم عنده ولا خلاص 7 ملايين والله 8 ملايين للشهر والطيارة فيها بيت القاب طاير ولا يقعد
وموريتانيا لا إسكال بالنسبة له، والدواء مجانا، ومن ذاك يعدل جولة ويقول شي من الكلام السلام عليكم لا يقراها في طاقة، وانتم اش حالكم لا يقراها في الطاقة طمني، وذا اللي معدلين وكذا ودعناكم مولانا لا يقراها في الطاقة. وبالتالي ما فات هو لا واقف على ذيك 25% من طاقته الاستيعابية في النفاق، ولا فات استهلك راسه مع ولد القزواني. هذا هو اللي جاي. مقابلته اللي عدل في مشيتوا نهار ولا شو الامارات، واضح انه واطع عليه قدمه وحاكم الامور من النص، ما هو قاطع عن الدستور، ما هو ممسوس به اللي حاس انه القزواني وراه وحدين فمات اياها، ما هامه منه يحرق، ولا هامه من انه يقول شيء من الامور لا يعقب يندم عليه، ولا يحال ان تضاح الامور، ولا حاكم في النص والتوفى، لا قاعد عليه جف. هذا هو واحد في ولد الجاي. وحدين هامهم يتخطى ولد الجاي، كيف محمد الببانه والمدير واللبونه، هذا الدق هامو يعدل الالتفاف على ولد الجاي، ودياك لين تفوت تمرق المرده للعمل يعودهم هم اول مده، هو اللي يتهم مقابلته يقول عنهم هم اول وحدين ولا شيء عندهم قاعد الحزب يتلبهم، يعود ذا الفتح الرباني بادئين هما دياك ذيك الغنائم اللي لا تتلب ذاك، ياك يعود والببانه هو ولد الجاي المأمورية ثالثة، والله ذاك التمديد، والله ذاك الله يعدل، والله ذاك الوقت اللي لا ينقبض من الدستور يسوى كاع كم قد، يعود هو صاحب هذا الفتح الرباني. بالتالي لا تلاحظوا، وهذا ما هو مسبوق في تاريخ موريتانيا. والعبد العزيز اللي جاوه قالوا له نعدلوك مليك، وجاوه الحورين، وجاوه الادرار والترارس والدنيا كامله وكلها جابت قربها، وجابت حميرها وخيلها ووتاتها وخيامها وبناتها ولافتاتها، وهذا الخلق مازال قاعد كامل، لا اللي منه في مدشنه واللي منه في وظيفه، وقالوا له احنا ندوروك موليه ثالثه، قال لهم انا ماني مترشح وانا رشح بالقزوان. وانحسمت المرده، وبدات الناس تناظر لحسيره الولد القزواني، وللقزواني استقع ضركات اياها، هو ما عنده قرار، ومتفلس اكثر تفلاسه هو من تفلاس عبد العزيز، واللي انسرق في السنوات السرقه توجه رسمي، اي لقاش يسرق يرقى، وبالتالي عاد واحد فم وهو من راسه امره ما هو بيده، يعني ما يقد يستخلف رقاش ولا يقد يبدا، على الاقل يظهر انه مايل على حد من اصحابه اللي معاه اللي هم فارقين كاملين، يا اخي بعدها هو اللي فاق عليهم موريتانيا، ما هم اللي قاعد يقول لهم انا راني ماني معدل مأمورية ثالثة، كي عدلوا لعبد العزيز ويقول لهم اي سكتوا فامكم وخلوا عنكم الواحدين فيه، وانا ماني معدل مأمورية ثالثة، على الاقل يخليهم هم قاعد يتفارقوا بيناتهم اذا عاد ما هو خاطر حد منهم. يا غير سكاتوا هذا، وعاد ما اللي هو يصفق راسه، ما تلقى قاعد تاكل التصفاق عليهم هم، ويقول عنه ذا اللي يعدل في السنوات انه اكثر من اللي يعدل في تاريخ موريتاني. هذا حد يقرا الواقع لا يشوف عن هذا الراجل وحده قرار ما هو بيده هو، والناس اللي وراه اللي مستفاده من اللي يتم هو في السلطه عندهم هما، يقال يتم هو على الواجهه كرئيس، ويتم هما يبطش، وهو عندك طيارتك وعندك اخلاصك وعندك دواك. ووحدين ثانيين اذا ما هم قابلينه لان متخطيهم الرنق مولي، وهذه اللي بلا صالح قاك تقوم عنها، كيف عبدوا اصحابنا كاملين يفقدك من الواحدين يقوم ذيك مولي القيمه ما تات قد الصح به اللي مصيرها لها ذات انشاف، بالتالي عدل لا متفلس. عن هذا اللي طرحوا له بالكم لا يبدا يتكشف، واللي جاي يشتغل ب 25% من طاقته الاستيعابيه في النفاق. عند منين يتاكد واللي جاي من ذيك الجهات اللي ترفع غزوان شغل المأمورية الثالثة، وهو ما هو قاعد يحسن الدور ياخذكم، واللي جاي تعرفوا الصح، واللي جاي الحقيقي، واللي جاي الخاشع، كذا كان يقول عبد العزيز عن تعليم ما يجبر في زمن عبد العزيز ما تلين يجبر، وصحة ما جبرت في زمن عبد العزيز ما تلين يجبر، وذاك النوع من الخشوع ذاك هو لا مضاق، لأنه هو من راسه حاكم في النص وتوف، وهذه وضعية غير مسبوقة في تاريخ موريتانيا. وهم دائما يكذبهم مولانا أول ملامس، هم على فيديوهات هون الدنيا قايمة العياط قايم، شكيت عنها مسيرات وان الشعب تحنكش وانه قال لهم لله كتاب معدلته جندر، يا غير تبارك الله انطلق بين السماء والتراب من الشباب لدخن كلها دفر من حاشية مطلع، جاي رافد ملفه ودور لا المهم لا يدخل حيط جندر قاع. ومن العجيب عنه نفس الايام
كان يقول القزواني عن الوظائف موجودة، يقال الشباب يبقي لا يتم واحد في السوشيال ميديا. وكانت رسالة واضحة، إقبال على اكتتاب سخيف معدل الدرك وانقلق بين السماء والتراب، فتبارك الله من الشباب لا يقولوا له عن هذه كذبة واكذب. ونفس القناية اللي يقول هو ويجوا رجال وكذا، كان يقول ولد الطائع 98 و97. راي عندي فيديوهات وهون قد نشرتهم لكم، اقسم بالله. يقول لك ساعة الشباب موريتاني، انتم ما تبقوا الشغله، احنا يجونا الاجانب هون ويقبضوا الشغله وانتم قاعدين ما تشتغلوا. من العجيب ان كلام ولد الطائع 97 و98 راح يقولوا ولد القزواني بركات اياه 2016، وكذبه واقفه. صوروا لي تبارك الله ذوك مسيرات الشباب، حتى شافهم شكلها ثوره، والله ثوره شعبيه، والله يشك عنها مسيرات. هذا لا الشباب العاطل. وهو نهار يقول هو شوفوا صوروا الذهب. بالمناسبه قالوا عن واحد ان المنجم اللي طاح، والله هذا المقاره اللي طاحت في قلب ندور، عن كانوا فيها 3، واحد توفوا وإن 2 تم انتشار. لا تعودوا مذكرين هم اللي عن هذا الذهب، هذا قاسوا شي من الناس ادفع، هم اللي هو يلود الطريقه يعيش بيها، وباعوا ديارهم وباعوا وتاتهم واستلفوا، وكلها قباوا جهاز وقباوا تيتو وبل وبيوش، وقاسوا الخلوات وسنواتهم الاولى يوكلوهم الدفاع ويطيحوا عليهم الحسيان. وعند منين خاضوا فيديوهات ان الذهب عادي ينجبع، جات الدوله قاعده على رقابهم وعبدت لهم معادن موريتانيا، وعاد الذهب اللي دافع شرط دبي الليل والنهار، وهم ما يقدر توفر لهم امبيلانس، ولا يقدر توفر لهم ولا يقدر توفر لهم شيء. شنو عندهم كارتات بايعتهم لهم. شنو النوع اللي محيدرانية عجيب وتوف. اذا لا مثيل وتوف نعطيها لكم انا اياك تعرفوا عنها مده نبتها، مده اللي ندير لها الضرائب ما توخى ولا تعدل المسيره. صوروا لي ذا الشباب اللي كان واقف نهار ولا عند بالجندرمري، عندك الشباب نازل في اعتصام ضد هذه حلب المواطنين، ضد الضرائب وضد الفساد وضد الخزو. تصوروا لي كان ذاك واللي حوالي دول يقرن دفني، واللي القزواني دول يطلع له ذيك انزايتي اللي فيه، ولا لا يبقى فهم جنرال لا واحد من الصوت اللي هم ما تعرفوا اللي يخلق له شنو بهم ذليل. يا غير احنا عندنا معكوس كامل. لين يعود اكتتاب ذا من الشباب العاطل اللي ما عاطي حد شيء، يجيب تبارك الله جحافل على جحافل. لين يعود مديور عليهم ضرائب ما ينشاف منهم واحد. هم عاطلين كاملين، يلا يصدروا المسيرات والاعتصامات اللي تندد بالماء وخالق وتندد بالامن وتندد بكل امامكم لا يكشفون. هذا يا اخوان ذا الواقع فما فيها عجيبته. عقب الذهب عدلوا منه معادن موريتانيا على ظهور شو من الناس مات في الحسيان، الله يرحم المات ونجي الحي. مات في تيرس ومات في نشيري، ماتوا في الحسيان حاس يطيح على مستفيضه وتموت فمات اياها. يا قال بعد ذا الخلق اللي قاس الخلوات والدوله ما هي موفره له شيء، وعاد يشتغل في رؤوسه والسلف الين عاد ينتج، جات الدوله وبنات فوق رؤوسهم شريكه، وعادت تقبض ذهبهم وتبيع لهم الكارتات وتعاقبهم، هي ما هي موفره لهم شيء. هذا هو اللي عدل الانظمه الموريتانيه للشعب الموريتاني. يقبضوا على ظهر القروض وهم ما معدلين له طب ولا هم معدلين له وطني ولا هم معدلين له شيء سوى شنو، ويطرحوا الميزانيات ويصرفوها فوق راسه وعيني عينك، ما موفرين له صحه ولا تعليم ولا شيء سوى شنو. وهو لا قاعد تو في مصر دروسه، ما هو نازل للشارع ولا هو متكلم ولا هو معدل اعتصام. فعقب ذاك يطلع على لقاش زان على الفيسبوك ويقول له انا ندورك تتكلم لي عن المظلمه عندي، والله ندوركم تتكلموا عن الضرائب اللي اندارت علينا. الضرائب اللي اندارت عليكم مالكم ما تقضوا شهر الشارع. ها تعرفوا روايه عجيبه وتو. الشعب الموريتاني اللي خالق له معكم لا تعودوا قد شفتوه في بلاد سويه. والناس هم اللي رضت ذيك اياها اللي عاد تقبضها معادن موريتانيا تحلبهم ليل والنهار، وكل اسبوع طايح حاسله واحدين منهم وتوف. وهذا ماشي به المخيط يرد يصير. الامن مودي يتكلم عنه في كيف راي عندي فيديوهاتهم. بالمناسبه انا نضل نتمنى عدل لكم فيديوهات على اليوتيوب، لان اليوتيوب فيه خاصيه ما هي في الفيسبوك ولا هي في تيك توك. يعني في خاصيه انك تقدر تقبض 20 دقيقه ولا ربع ساعه لان المواضيع اللي تكلمت انا عن نظر، وهذا الى دل نعود دايرها معاهم فيديوهات تشوفوهم، وهذا اللي يبقى موثق على اليوتيوب. يقدر قاعد يخلصوا 20 دقيقه ربع ساعه
ما هو كيف لقاش يتكلم لك بث مباشر، ونين يفوتيو في هذا البث ويعطي شهر لا يملي يوقد يقبضوا فيسبوك يمحيه. وفي النهاية هذا هو الوساني دي ونشتغل ذلك على برامج يعني تم العدل في القناة على الفيسبوك على اليوتيوب إن شاء الله. وحاولوا كانكم تشتركوا فيها اليوتيوب لا كيف الفيسبوك وكيف ذا كامل، لأنه الاشتراك فيه لا بد لقاش يعود عنده إيميل يعني تدخل القناة لياك ويفعل زر جرس فم لياك يتم أي رواية انتشرت عليها تطلع له وفي الوقت ما زالت حامية ويشوفها. ولا تموا مقفولين رؤوسكم على الفيسبوك. الفيسبوك احنا لنا عشرات السنين متباركين معاه، وذا اللي واحدين فيه ذاك اللعل والعل قالوا الحيوان عنه يجبط، العل يجبط. وهذا هو الوسانة دائما نحاول ننوع. قص تيك توك اللي له شهرة وفتحنا عليه تيكيت غمات اياها وراعينا ما زلنا لا نشغلوها الى ذاك. وقصوا مالي اليوتيوب، مع ان اليوتيوب اشبه دائما لهذا النوع من انعاش الذاكرة. هذا واكاتية خلبشة لو كانت معدل لها مونتاج على اليوتيوب لا ندير لكم صوت غزواني بالصوت والصورة يقول لكم عن اللي يعدله موريتاني من الاستقلال الى ذاك، ان اللي يعدل عنده هو ذاك موريتاني ما يعدل موريتاني من الاستقلال الى ذاك. وكلام اللي جاي واللي معهم وهذا وفراكيس المأمورية الثالثة والببانة والمدير والبونة وهذا الخلق اللي متبارك كاردين وطيات واللي معهم. وهم ذي الواحدين فيه محاكاة رديئة واللي معهم. معناها ان لا وتوفوا اخترت انا الليله نعدلكم هاي الخربشه الليله الاولى من رمضان. مع ان هذه الخربشات كي قلت لكم ان ياسم الزمن نعدلوهم وعدنا لا نعدوهم وتوف اياك ما والعد يشبط. الله ان شاء الله يحفظكم ويوفقكم ان شاء الله لصيام رمضان وقيامه. وعودوا عارفين بعد ان احنا ذا اللي كنا نقول لكم السنوات كاملين لا هو اللي ناقعين فيه ضرب. انا ما قد طبعت لكم وهم هذه المسائل كاملين، لا يتلاحظوا عني ما قد طبعت لكم وهم ولا قد روشت لكم منافق ولا قد قبضت راتب على ظهوركم ولا قد طبعتكم ولا قد خشيت في اي اطار لا هي يجمعني مع مدة لا يتبيعكم انتم عاقب ذو نعود انا شاركت فيكم. تميت لا هارب براسي وقابلوا طريقي تقابلها معايا مرحبا بي وسهلا ونيني فيري نقول له ودعتك المولانا انت هو الفيري او بطبل من نقص وتوف. وذيك الطريق ما زلنا لا ماشيين معاه واللي فير انتم تراعوا فيه والواقع اما اللي انتم عايشين فيه ولا ينقال لكم فيش. وموريتانيا قطعا انها ذي الحالة اللي هي فيها ارخص من الحالات اللي قطعت فيهم من ساعة اللي عرفناها. معناها ان لقاش معارض والله لقاش مناضل والله لقاش باطل لا يقول الحق هذا الفيل حدوني ما يلا يسكت يلا يعود صوته اكبر يلا يعود حسوك اكبر من حسوا السنوات الماضيين كاملين اللي فهم وحدين في موريتانيا انتوا يتكلموا لك عن شي من الامور في الماضي وكشفوا مولانا وظهر عنه كانت لا شي من فيها. شكلهم يتكلموا لك عن السلف الصالح يقول لك وحدين يتكلموا لك عن نضال يتكلموا لك عن جميل المنصور ويتكلموا لك عن صالح والحنن ويتكلموا لك عن هذا كامل كان في العشرية كانوا لا يدوروا شيء عنهم ذيك الساعة ما قنعونا ولا قطلت انضمينا لي حزب من هاي الأحزاب وكنا قالنا احنا لا مارقين الأصبع قاع من كل شيء. عقبت بعد وفاة العشرية وتمينا احنا لا معارضين لعبد العزيز ونقولوا له ذا اللي وخوا كاملين علقوا على الأحداث إلى اليوم وجوراه والقزواني واعطاهم هم ذاك اللي كان حاكم عنهم العبد العزيز. وين هو جميل والمنصور؟ وين هو حنن والسيدي؟ وين هو صالح والحنن؟ وين هو مسعود؟ عاد قاعي ويوقي شيباني يا قيل لا اعطينهم قصبه ونين تقضي تفرقل يقضوا يبدلوها له بوحده وساعه منه ويسكت. منين هي هذه الاحزاب؟ معناها ان مناضل حقيقي يا الله يعوض بركات اياها حسه كبار وبوقه كبير ولا تخلى منه تلفزه ولا تخلى منه منصه به اللي الفساد الضاعف والمحيقرانيه الضاعفت ولقاش سكت ضرك معناها انه كان زين فيه عود ما تكلم ذيك الساعه به اللي ذا كان يخلق من الفساد وذا كان يخلق من القمع
لا حد انه نقطة في جنب ثور مقارنة باللي شافوه الموريتاني في سنوات ولا القزواني هذا التالي اللي دا يرد بهم. شافوه اصلا من التجويع، وشافوه من السرقة عيني عينك، وشافوه من البطالة. صوروا لي عن هذا الراجل وهذا الاكتتاب اللي شفتوا نهار ذا قدام، وجا حافل من الشباب، عشرات الالاف من الشباب واقفه كلها يدور لا يدخل كارثه جندرمري. نفس الاسبوع السابق وهو معين 8 شوابين في بليده، واحدين منهم كانوا وزراء من بين مكلفين ومهام مستشارين في الرئاسه، والرئاسه فيها ربك. ما يقدر اليوم ياخذ لكم صحافي يقول لكم ذيك الرئاسه كان فيها من مستشار وكان فيها من مكلف ومهم. المنصات هم اللي يمارسوا النفاق، يمارسوا الخزو. هذا مدي الخزو والانبطاح اللي كنا نقول انه وقع الاحزاب السياسيه، هذا واقع للمنصات وهذا واقع لوسائل الاعلام اللي في موريتانيا، بهم اللي هم يسايروا النظام. لا حلالكم تجبروا كانت اياها واحده من هذه المنصات اللي خلقها يظلوا يجروا خزايمهم في هذه الادارات. ياخذ لك كم الرئاسه كان فيها من مستشار، كان فيها من مكلف مهم، وكم ينتفق عليهم. والاخبار اللي كانت تعدل هذا في زمن والعبد العزيز، وكاله الاخبار وكاله الاخوان كانت في زمن والعبد العزيز يوخروا قوائم كم معين من اولاد عمه هو، وكم معين من القبيله الفلانيه، وكم معين من اهل الشير، وكم معين من اهل طاق، وكم معين من اهل القوارب، وكم معين من اهل نواذيبو. وراعي قط نشرت لكم هون اعداد من الاخبار بالاوصاف. لماذا الاخبار ما تتعدل هذا في زمن القزواني؟ لماذا ما تم توخر كم معين من العصابه، وكم معين من اهل ينشيري، وكم معين من القبيله، كيف كانوا يعدلوا الولد عبد العزيز بالعشريه؟ هذا يوضح لكم ان هذا مدي ما هو اعلام عنهم. هم مدي ذا كيف الجهات التابعين لها الين يحضروا ذوك يدهنوا لهم هم الحياه موتوف. وكانوا يتابعوا ياسر من الملفات، كانوا يتابعوا ذوك ما تعرفوا يقدروا يشدوا اخبار اليوم. والقزواني عاد اللاني شفت واحد خاون الحكومه يقبض شيباني ويعطي 4 سنوات والله 5 وهو في الوزارات انين يقلعوا. عقب تنقازوا ب 24 ساعه ينقال لك هذا عاد وزير مستشار برئاسه الجمهوريه، هذا فلان الفلوني راهو عاد مستشار برئاسه الجمهوريه. الله مكلف مهمه. رئاسه الجمهوريه اليوم شوفوا فيها وحدين يعدلهم كاع برتبه وزير. كيف المحمد لقاف. المحمد لقاف فرقه عشريه من عبد العزيز وعاد محفور في روسنا اسم ولاي محمد لقاف رئيس حكومه. تموا هم يوكلوه ومرة يدخلوه من البلاد ويوخروه منها، وما زال طال حساته في الرئاسة إلى اليوم مستشار. واللي بيه وزير الظلم كان يبني الأحباس، وكان عنده ولد الطايع وزير للشؤون المشوية 2003. وجو لعبد العزيز وتم لا ينقله من سفارة عمان اللي هو مرفوض على الوطن الموريتاني. وجو القزواني ودار وزير عدل وعدل مأمورية كاملة من الظلم ومن تحباس الناس ومن قطيع ارزاقها، وضركات اياها راعي ذاك وطار حساته مستشار في الرئاسه. ونفس الشيء وزراء كانوا معاه فمات اياها، ووحدين كانوا في الحويكيمه السابقه هذه. وهذه الحويكيمه ذول لا ياخذوا منها يدوروا مدين داروا لكم مستشارين في الرئاسه، وهو يكذب على الشباب ويقول لهم الشغله كذا. انتم ماكم قابلين شيباني نهار واحد يقعد في داره ويقعد مع عيال. واحدة لا يتم يكون في الوزارات ان يتقعدوا انتم مستشار كذا مهمه في الرئاسه. والخيم ما هو خالي. واحد يمشي من عند اعلى منصب في الدبلوماسيه، الله في الداخليه، الله في الخارجيه، الله في العدل، الى مكلف مهمه ما يعرف به. المهم عنده لا تبتل الامعاء وتوف. طبوا على المال الحرام ولا يقدروا يعيشوا من دونه. وزادوا سن التقاعد. لياك يقولوا لكم عن هذا مكهل اللي تموا هم يوكلوا ويلحسوا من المهدي الى اللحد عن الواحد ما هو لا يفصل معاكم، ما هو لين يقيس التيدر. ولين يعدل الرجال صارت اياها جرد للوظائف. لا يلاحظ هذا بعد قاع لا قد تقبضون لا من خلال المشهد مع انه قاع في دراسه عن اكثر الموظفين في حكومات ولد قزواني ونظام وذا كامل دا شوابي اللي كلها فات كال عمره وكال موريتان وكال قبيلته وكال التراب لا تراب كالها وكال البحر وكال السماء. مازال لا كانت اياها يتبدلوا الوظائف. ولين تعود جندر معدله مسابقه
توقف الدنيا كاملة، هي الدنيا تبقى تبارك الله تدرق، يقول عنك عندك ثورة، عشان الناس كلها جاي دور يزرق عليه تاني باطل، داري إياك يجبر باش يطلص الباش. هذا ما هي حال وتوف. إما تعدلوا حالة مع عروسكم، هذا ما ليه بيصير. وجندرم اللي يطول أعماركم. أنا عندكم صفحة على فيسبوك داير لها متابعة، وداير متابعة الصفحة على فيسبوك للبوليس، وداير متابعة الصفحة على فيسبوك للدوان. يا قال درت في ملك مولانا هذا طوال الأعمار، هذا من الكميات اللي يقضوا من المخدرات ومن تزوير الفضة ومن العصابات الإجرامية ينعتوا منه شهرقاش واحد اللي نوقف واقف. ولا تتعارف قاع هي متابعة هاي الصفحات التابعة لجندر وبوليس ودوان على فيسبوك، قاع شنو فايدتها وشنو هم اللي فايدة هذا النوع من الأخبار اللي ينشروهم للمواطنين الموريتانيين اللي مرتاحتهم العصابات في الواقع، والقتل مشير الليل والنهار والدقديق الديار والقليعة وتهنتيت عيني عينك، وانتم اللي تحكموا سارق والله تحكموا عصابة والله تحكموا مهربين، الا تقولوا لهم رانا حكمنا كذا وكذا وكذا. هذا ما فيه فايدة. هو فما فيه عقوبات رادعة ولا فما فيه قضاء، على الأقل انتم المواطنين يسرق لقاش والله يعدل الجريمة يشوفوا، على الأقل بعد يقبضوا حذرهم منه. انتم معكم عاقبين حد. وسبب انفلات الامن في موريتانيا وفما راهو ما في استراتيجيه امنيه، وندور نقطع لكم شواب بالقزواني وتدوروا تضحكوا كلكم يضحك ينوشعوا كذا ويعرف عن هذا الراجل لا يتمتع بقواه العقليه. الامن داروا في اطار كاع ما تعرفوا شنو، قال الامن لابد منه والامن يا كذا ويرجع للطاقه ويخلصها، وعقبت فرتت من جهه ثانيه بعد كاع بعد كاع الموضوع مشى ما وصل. اسباب هذا من استسهال القتل والاغتصاب في موريتانيا والتهنتيت لغياب العقوبات الرادعة. ذي الدول النصارى ولا من الكفار ولا كامل عندهم عقوبات رادعة. لو كان قطن قتل لقاش واحد كاتل داهي تلاحظ الناس مباشرة عنده يتم انخفاض معدل القتل، به اللي لقاش يقتل يعرف مصيره. لو كانوا بعض اللصوص يكشفوا وجوههم الدور تقل السرقة، به اللي يعرف واحد من يسرق لا يندى اللي قدامه الموريتاني كامل دور تقل السرقة. ولو كان المغتصب لا تعدل له عقوبة رادعة وتندار عليه 20 سنة والله 30 سنة والله تعدل له أي عقوبة توافق عليها تعود عقوبة رادعة. مات لواحد لا يفكر 20,000 فكرة عنه يغتصب يشير والله قاصر والله مرأة والله بيعرف مصيره. العقوبات الرادعة هي اللي دائما هو الإنسان بطبعه حيوان، ما فرق بين الإنسان والحيوان لا الأقل. والبشرية في تاريخها كامل الطريقة اللي قدت تواصل بها هذا اللي ينقال العدل وتواصل بها أن هذا الإنسان ما يرجع لطبعه كدابة إلا أن فهم عقوبات رادعة. أنك إذا تقتل تنقتل، إذا تسرق عقوبتك راية، إذا مغتصب راية عقوبته. هو ملف إبستين هذا تراعوا فيه لو كان ما فيه اغتصاب فتيات قاصرات عند الكفار ما يعود حد شد أخباره. هذه الرواية تعرفوني دي زمن نقولها لكم. خلوا عنكم أخبار الرؤساء والمليارديرات كذا. هذه القضية كاملة. وجزيرة إبستين مشكلته الوحيدة عنه كان يستخدم قاصرات يعطيهم الضيوف، وهذا هو اللي منكس العالم كامل. لا قاصرات تصوروا لي هذا الغرب الكافر، هذا راهو شمال النصارى كافر يقول هذا استقلال القاصرات هو اللي عذب إبستين وعذب العالم كامل اليوم. تصوروا لي عنه بلدان إسلامية تغتصب المرأة ويغتصبوا بناتها ويغتصبوا للشاسرة وينقتلوا وإذا كان ما تنطح في الشش. والقاتل إن قال لك اليوم راعيه والصبح هو واخذ عليك. نعرف فما تيها موريتان تشوف واحد يقول لك كذا قاتل عام الأول والله إذا كاتل كذا والله كاتل رقاش، وهو يعرف مصيره إنه لا يقيس الحبس يستراح فيه ويتوف يريلاكسي ويرجع أما اللي يقتل. بالتالي ما دامت ما فهم عقوبات رادعة لا يتم القتل المتواصل. ونفس الشيء التهريب مولي تهريب المخدرات، هذه جرائم كبيرة هم اللي هم ما يعاقبوا لأنها النظام مولي شريك لهم وشريك الرؤساء وهذا أصحاب الأموال المجهولة المصادر. وهذه معروف أنها اللي هي ما تنتشر في بلد
ما انتشروا فيه جميع أصناف الجرائم، لأنهم هم أبسط دليل على غياب العدالة. أن يعود بلد فيه وحدين عندهم ثروات طائلة ما معروف مصدرها شنو، لا نتكلم عنهم حد. وهذا كامل مترابط. عندنا برجوازية المخدرات، وبرجوازية الخمور، وبرجوازية الحشيش، وبرجوازية المال الحرام اللي مسروق من عند الحكومة، وتخلط هذا كامل فماتية ولا يحتاج تحقيق. وعادت عندنا أسعار مديورة على أساس هذا اللصوص اللي هم. المواطن الموريتاني العادي ما يقدر يشتري نيمرو، بين النيمرو مسعر حسب رقبة تاجر المخدرات، والله صاحب الثروة الطائلة اللي ما معروف مصدرها شنو. تجبر نويمرو ملان من روض الحمير، وملان من البول، وملان من دباش، ومن بعضيت قال لك هذا ب16 مليون. تجبر تحيويشه والله فرينه والله كذا. بالتالي عاد المواطنين الحقيقيين اللي على بابهم عايشين في بلد ما في واحد يشربوش من اللبن. به المواد الغذائية مسعرة حسب برجوازية المال الحرام، التراب مسعرة حسب قدرات برجوازية المال الحرام، أي شيء الدول نفس الشيء. بالتالي هذه برجوازية المال الحرام الأسعار متناولها هي المعدلة عليها، والخدمات معدلة لهم هم، والصحة ما عين قاع النظام يستثمر بها اللي هم ما يتداووا فماتيا، وكلها عنده اسيرانس في دولة أوروبية يمشي يتداوى شوية. التعليم هو ما يقراوا قاع، وتركتهم رافدة جيناتهم هم، ودائما يمشوها الشغل. ألقى المعاهد والجامعات مرقب يقال بها الجينات استقشير جايبه منهم هم اللي ما تقرا، قال بعد ما يستخدموا شفاء. بالتالي عاد عندنا شعب سايب، وهذا الشعب ما هو قابل انه يخصص نهار واحد يوقف يرد عن راسه الظلم. ونين يفوت رقاج ويوقف معدل محتج على الضرائب ما يوقف على الشعب. احنا عندنا ازمه شعب وتونس، عندنا ازمه حكومات. الله يحفظكم ان شاء الله ويعافيكم، والله ان شاء الله يوفقكم لصيام رمضان وقيامه. منكم بعد عنده باش يفطر اللي ضرك لا ياخذوا عليكم زينه من الفقهاء اللي كلها رافد واكله ويال، والله واكله قيار، ويمسد لبنته ذي الحال، وتلاقوا يروجوا لكم الفقر ويروجوا لكم انتي في الريحه، ولا هم بعد لا يتكلموا لكم عن حكم الصوم بالمال الحرام، ولا قاش نافق راسه بالمال الحرام. وهم ذلك كلها يظل واحد لله في عمل الزور، لا الزور شهاده الزور والسرقه، ويروح البلو ويفطر. شنو حكم رقاجي يصوم بالمال الحرام؟ شنو حكم رقاجي يحج بالمال الحرام؟ شنو حكم صوم رقاجي عايش بيها لا حقوق العباد وظلمهم؟ يا سلام الامور. الله يحفظكم ان شاء الله.